عارف البرشامة اللي بتكتب فيها ملخص المنهج وانت رايح الامتحان؟ هي طبق الاصل من الفيديو ده. اتوقع لو ريبيرو سمع الفيديو ده هيعرضه للعيبه قبل الماتش. مش نرجسيه خالص على فكره، بس انا بكلمك على واقع. فيلا بينا نبدا. انتر ميامي مستضيف البطوله في ملاقات نادي القرن الافريقي في المباراه الافتتاحيه من كاس العالم للانديه بالشكل الجديد المكون من 32 فريق. انتر ميامي تحت قياده المدرب الارجنتيني ماسكرانو صاحب ال 41 سنه، المدرب اللي حصل على رخصه تدريبيه من اتحاد امريكا الجنوبيه، في حين مدرب الاهلي ريبيرو حصل على رخصه تدريبيه يويفا برو، اعلى رخصه تدريبيه في اوروبا. فماسكرانو موجود في انتر ميامي عشان صاحب ميسي مش اكتر. تعال بقى نشوف وقفه انتر ميامي الهجوميه بتبقى بانه شكل. انتر ميامي بيهاجم بال 3 5 2، اتنين قلوب دفاع فاتحين الملعب، في وسطهم صانع العاب متاخر بدور ريجيستا بوسكيتس، واحد من افضل 10 انجازات في تاريخ اللعبه وفق تصنيف فرانس فوتبول، وبالنسبه لي انا هو من افضل 3 في تاريخ اللعبه. نرجع للتشكيله، اتنين اظهره طايرين، في حين الجناح اليمين اللي هو غالبا هيكون الان رقم 21 بيتحول لمهاجم، والجناح الشمال بيتحول لعمق الملعب في مناطق الهاف سبيس اللي هو غالبا هيكون لاعب رقم 8 الاسكو، وبينزل سواريز لقلب الملعب او ميسي بيقوم بدور صانع الالعاب، وبيفضل واحد منهم جنب الجناح اليمين كمهاجم تاني. هو ده الشكل اللي بيعتمد عليه ماسكرانو في الحاله الهجوميه، اللي هو ليه ثغرات كتير جدا في حاله التحولات. بس تعالى الاول نشوف ايه انسب طريقه من ريبيرو يقدر يقفل بيها على هجوم ماسكرانو الزايد عن اللزوم. الهجمه بتبدا في معظم الوقت من بوسكاس اللي بيدور على اي مساحه ورا قلوب الدفاع عشان تتلعب في ظهرهم الاثنين مهاجمين، واحد منهم ميسي غالبا والتاني الجناح اليمين الان. فاول حاجه كده لازم ترجع الارتكاز جنب اتنين قلوب دفاع عشان يعمل الزياده العاديه على ثنائي في المناطق الخطره، بس بدون عمق دفاعي عشان مصيده التسلل دي حاجه، والحاجه الثانيه لدور تاني هقوله بعدين. ولازم اللاعب ده يكون بيجيد ضربات الراس عشان الكرات الطويله في ظهره. جمع بقى كل المتطلبات دي هتلاقي اول لاعب في التشكيله دي بنحطه في الاعتبار هو الارتكاز، والبروفايل ده هو حمدي فتحي. ولازم المهاجم يضغط ويرخم على بوسكيتس صاحب 36 سنه، بس ضغط بزاويه، هقول لك ليه كمان شويه. وطبعا ده بروفايل وسام ابو علي. والجناح الشمال له دور دفاعي مهم، فلازم يكون تريزيجيه المطلوب منه يضغط على قلب الدفاع ويقفل زاويه التمرير على الظهير، بسبب هقول لك عليه برضه بعدين. ونفس الكلام ناحيه اليمين، فده بروفايل زيزو. اما في قلب الملعب في ارتكاز ثابت من انتر ميامي اللي هو غالبا رقم 30 بنجامين، هيكون ده دور امام عاشور انه يمسكه عشان مجهوده مطلوب في الناحيه الهجوميه. اما الجانب الثاني من وسط الملعب هيكون في زياده عدديه من لاعبي انتر ميامي وجايين من وادي الحركه، جناح الشمال في العمق وسواريز اللي راجع يستلم او ميسي، فلازم يكون موجود هنا لاعب صاحب مجهود عالي. فانا شايف ديانج اكتر من بين رمضان كبدايه، خصوصا انه هيكون ليه ادوار مركبه ومراقبه معتمده على السرعه واللياقه. بعد كل ده هتلاقي في لاعب واحد حر في الملعب هيكون الجناح الشمال اللي يتحول لعمق الملعب، عشان كده قلت لازم وسام يضغط بزاويه بحيث يقفل زاويه التمرير على اللاعب الحر. بس في اسلوب بسيط وسهل عشان يكسروا الضغط ده عن طريق مبدا اسمه الرجل الثالث السيرد مان. عشان توصل للاعب الحر شوف لاعب مساعد يفتح لك زاويه التمرير اللي قفلها وسام اللي هو هنا سواريز، فباص من بوسكاس لسواريز ومتلاسكو اللاعب الحر. طب في الحاله دي لازم تحرك لعيبه الاهلي يكون بالشكل ده وبالسرعه دي، وده مش هيحصل غير بالتدريب. ديانج على سواريز بسرعه، وهاني على تلاسكو، واشرف داري على الظهير اليمين اللي فضاه هاني، وحمدي على المهاجم الان، ورمضان بيكهام على ميسي، والدبيس يرجع لعمق الملعب، والتغطيه العكسيه من تريزيجيه. اما الحاله الهجوميه للاهلي في حاله لو انتر ميامي ضغط عالي، وده ما توقعوش، فلازم يكون شكل الاهلي كده، واللاعب الحر هيكون الدبيس او زيزو،